السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع عبد الله محمد. كعادتنا قبل ما نبدأ الفيديو بنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. سنة 2022 كانت سنة صعبة على ناس كتير، وناس كتير مرت بأزمات وصعوبات في السنة دي. أوقات كتير بيبقى نفسك في الحاجة وتقول يا رب أنا عايز الحاجة دي، وربنا بيبعدها عنك لحكمة لا يعلمها سوى. اوعى في يوم من الايام تكون متخيل من جواك ان ربنا بيبقى عايز يبعد عنك الخير ليك. دايما ربنا كاتب لك الخير، بس اوقات الخير ده بيجي لك على هيئة شر بالنسبة ليك انت. يا رب طب انت ليه بتعمل معايا كده؟ طب انا كنت عايز الوظيفة الفلانية، طب انا كنت عايز كذا. الحاجات دي بتلاقيها بتبعد عنك عشان خاطر تقرب من ربنا اكتر، عشان خاطر يبقى في ما بينك وبين ربنا ود وعمار. وما تستسلمش للظروف. انا عارف ان السنة دي كانت صعبة على ناس كتير، وناس كتير عانت فيها، وناس كتير اتصدمت فيها، بس ما تاخدش الصدمة وتقف في مكانك. لازم تكمل، لازم تشوف طريقك، لازم تكمل في الطريق اللي ربنا كاتبه لك ايا كان الطريق ده ايه. عارف ان انت هتعاني شوية في بداية المشوار، وعارف ان انت هتحاول ان انت تكمل وتعافر، واوقات كتير ممكن تستسلم. مش مشكلة، ايه المشكلة يعني؟ بس الاهم من كل ده ان انت ما تيأسش. ما تيأسش في رحمة ربنا. حطها كده جواك قاعدة وعقيدة ان ربنا دايما هيكتب لك الخير. جايز الخير ده مؤجل دلوقتي، وجايز انت مش شايفه، انما ربنا مش هيضيع تعبك في الاخر. طول ما انت بتتعب وبتجتهد هتلاقي. وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. محدش تعبه بيروح هباء ولا بيروح هدر، وربنا عمره ما هيضيع تعبك. لو انت في المرحلة الثانوية حاول ان انت تجتهد وتخش الكلية اللي انت بتحلم بيها. لو انت في الكلية حاول ان انت تجتهد وتجيب تقديرات عالية عشان خاطر ربنا يكرمك في وظيفتك بعد ما تخلص كليتك وفي حياتك العملية. لو انت في حياتك العملية لسه بادئ وبتقول بسم الله، حاول ان انت تطور من نفسك، وحاول ان انت تكون افضل من امبارح. كل يوم كده اقعد مع نفسك قول انا عملت كذا وكذا وكذا، دي الايجابيات ودي السلبيات. لا انا ما كانش ينفع ان انا اعمل كذا. حاسب نفسك اول باول، لان انت لو سبت نفسك على هواها مش هتتغير. ما هو في كذا نوع للنفس. في نفس اماره بالسوء، ونفس لوامه، ونفس مطمئنه. النفس المطمئنه ده بتلاقيه اول باول كده بيقعد يعاتب نفسه، بيقول انا عملت كذا وعملت كذا، لما كانش ينفع اعمل كذا فبالتالي هعمل كذا. النفس اللوامه ده بيلوم نفسه على طول. النفس الاماره بالسوء دي اللي بتأمرك على طول ان انت تعمل الحاجات ان ربنا هيغضب عليك بسببها. فحاول ان انت يكون في بينك وبين ربنا ود وعمار، وحاول ان انت تبدأ السنة الجديدة بشكل وبطريقة أفضل، وربنا يكرم الجميع وربنا يوفق الجميع. وإن شاء الله بإذن الله تكون سنة سعيدة على الأمة الإسلامية والعالم العربي كله. بس كده، ده كان موضوعنا النهاردة. أتمنى لو الفيديو عجبك تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم عبد الله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.